بسم الله الرحمن الرحيم. آه، محاضرة بعنوان التغذية في دورة المدربين الدولية الكيك بوكسينج، بتاريخ جمعة 13 ديسمبر 2024. التغذية لها أسس أساسية في التعامل معها. التغذية دي اللي هو كل ما يحتاجه جسمك من آه، من عناصر بيحتاجها يوميا. طيب، أول حاجة لازم كمدربين لازم نعرفها في التغذية إن الإنسان أي بشر لازم يأكل كل يوم 5 أصناف من الأكل. ده إجباري، سواء بيخسس مش بيخسس، سواء لاعب مدرب، سواء أنت، سواء أخوك أختك والدتك والدك. أي بشر لازم يأكل 5 أصناف من الأكل يوميا. ده إجباري. طيب، دي في الدورة ديت احنا محتاجين اللي انت ده علم لازم تعلمه الكل، كليك ولأسرتك وكله. ايه هي ال5 أصناف اللي لازم تاكلهم كل يوم؟ أول صنف ال- اللي هو اللي فيه بروتين، زي البيض، اللحمة، الفراخ، التونة. أي صنف من الأصناف اللي فيه بروتين ده لازم يوميا تاكل منه. الصنف التاني الخضروات. أي خضروات، أي حاجة خضروات يعني أي حاجة خضراء، يعني اي حاجه خضرة كده، بسله، الجزر مش اخضر، اي حاجه خضرة لونها اخضر، خس، اي حاجه خضرة بالفلاحي، اي حاجه مزروعه في الارض، دي اسمها فيجيتابل، يعني خضروات. اي حاجه جايه من الحيوانات ده اسمه بروتين، بيض، سمك، لحمه، فراخ. يبقى كده عرفنا اول نوعين لازم الانسان ياكلهم كل يوم. لان احنا بنشوف في اللعيبه لما بيجي يخسسهم ما بيهتمش انه ياكل 5 اصناف، فبالتالي تلاقيه بعد يوم واحد يا عيني خس وعينه دخلت لجوه وشحب وتعب، وبعدين بعد ما يخلص البطوله يقعد له شهر عشان يرجع الفقد اللي عمله من التخسيس اللي بناه. فدي اكبر مشكله بتقابلنا كمدربين. طب يبقى المفروض يعمل ايه؟ ياكل 5 اصناف بكميات محدوده اللي الجسم محتاجها ويخسس براحته بقى، كده مش هيضعف. ودي مهمة جدا لكل المدربين اللي بيدخلوا بطولات وعندهم لعيبة. ودي مهمة جدا لك انت كإنسان تعرف يعني ايه لازم تاكل 5 أصناف. ودي مهمة جدا لأفراد أسرتك. طيب، ايه هي ال5 أصناف؟ أول حاجة أي حاجة طالعة من الحيوانات، سمك، لحمة، فراخ، لحوم، بيض، تونة. كل ده هقول لك، هبعته لك في الورق او بعته لك في الورق تقريبا وهشرحه دلوقتي. يبقى أول صنف البروتين، ده لازم كل يوم. تاني صنف الخضروات، ده لازم، يعني قد ايه يا كابتن؟ والله قد ايدك كده، كبسة ايه، ده كفاية. طب الصنف الثالث الألبان، أي حاجة فيها لبن، لبن، جبنة. محتاجة قد ايه في اليوم؟ كوباية لبن، لازم كوباية لبن. أي واحد صغير كبير، ولكن احنا عندنا تقاليد في مصر يقول لك ايه، الأطفال يشربوا اللبن عشان الكالسيوم، والكبار برضه. الكبير محتاج أكتر من الصغير، لأن عظمك كبر ومحتاج تغذية كتير جدا ومحتاج كالسيوم. هيجيبه منين؟ عشان كده بتلاقي الحريم عندهم هشاشة عظام. هنا في استراليا ما عندهمش هشاشة عظام. اسأل يقول لك ما فيش. اشمعنى يا جماعة؟ في تغذية. طيب، التغذية هنا ليها نظام، عاملين نظم صحية كويسة. احنا طبعا في مصر ما نعرفش يعني ايه نظام صحي. اقول لك النظام بتاعهم يعني إيه، وبعدين نرجع اكمل لك ال5 عناصر. يعني يجي هنا عاملين مثلا في كل آه، منطقة فيها مثلا 1000 فرد، معينين واحد مثلا بتاع صحة يعدي على كل بيت، إن يعدي مثلا على 10 بيوت في اليوم،
كل بيت يروح ده بتاع التغذية، ويعلم الأسرة ولية الأمر، تبقى يعني في الغالب واحدة بتروح تقول لها النظام الغذائي كذا كذا، انت بتاكلي ايه، بتعملي ايه، بتخلي ايه، ده كذا، يبقى عادي كذا، اعملي كذا، خدي كذا، وده كذا، وتعرفها وترشدها، وتروح البيت التاني البيت التالت. خدت كام بيت؟ 10 بيوت في اليوم. في 30 يوم ادي كده كام؟ 300 بيت. 300 بيت. واحدة لو في عملوها في مصر وخدت مرتب 5000 جنيه في 300 بيت، لو ادي لها 3000 يا عم، اقول 6000. 6000 في 300 بيت، يعني البيت بتكلفها بتكلف 20 جنيه. الأسرة اللي هتكلف عليها 20 جنيه، اللي هي مرتب لواحدة انت بتشغلها، هتغير النظام الغذائي كله بتاع البيت، وهتوفر. لان احنا في مصر، عايز اقول لك هنا في استراليا كمية الأكل اللي بتاكل في مصر قد بتاعت أستراليا 10 أضعاف، بلا مبالغة. يعني هنا بروح لو في أي مطعم، مفيش حاجة اسمها سكر، حطوا السكر على أي حاجة. مفيش حاجة اسمها ملح، ما بتحطاش خالص. مفيش حاجة نظم غذائية جاهزة حتى المطاعم. لأن فسألت هو المطاعم كده بيعملوا من نفسهم؟ قال لك لا، الحكومة بتبعت بتوع الصحة يعلموهم ويرشدوهم وايه الصحة وده غلط ايه، لان بقى هيجي لك بعد كام سنة امراض الكبد والكبد والاخره، وبيرشدوهم فطوعية. هو الناس اللي بتعمل بحب، يعني مش بيجي يجبروا الناس. فده في اختلاف. عشان هقول لك في نظم مختلفة. احنا نتمنى طبعا احنا بعد ما انتم ما تاخدوا الحاجات دي تعلمها للي معاك واسرتك وتدريبك، وتنشر الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها دي. طيب، نرجع ل ويدولهم. والبنت اللي بتروح البيت تشرح لهم كل حاجة عن التغذية والنظام الغذائي، وتعلق لهم بوستر كده على التلاجة، عشان لما تيجي تفتح التلاجة تلاقي النظام الغذائي لازم تاكله كل يوم والآخره. لأن هم وصلوا لمرحلة اللي هم بيعملوا وقاية قبل الأمراض. احنا عندنا يعني بيعملوا تحاليل مثلا كل 6 اشهر ولا كل 3 اشهر على اي حاجه ناقصه في جسمهم، فيتامينات، بروتينات، الكلام ده كله، بحيث واي امراض هتيجي مستقبلا بتتعالج قبليها. احنا عندنا انت ما بتروحش المستشفى الا بعد ما تموت. بعد ما تموت والمرض جه وخلاص، المرض جه ما عادش ليه حل عندك، فتروح المستشفى. فطبعا بدأ دي لا لا بدأ يكون محاضرات هنا تحليل سكر وضغط، وبدأت الدنيا بقى في منظومة كويسة هنا بالنسبة انا بتكلم على للأمراض اللي هي التغذيه. هل في توعيه بالتغذيه؟ مفيش تغذيه، مفيش مم. تغذيه، مفيش عندك. مين اللي بيديك تغذيه؟ واللي بيدوا تغذيه بتوع الدكاتره بيدوا بطريقه غريبه انا مش فاهمها. انا اساسا بقول لك قعدت مع الدكتور المحاضره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت، انا قعدت ساعه عشان افهم، ما فهمتش حاجه. قاعد اتكلم لأنه كلام بيتكلم هندي عشان فصحى. افهمه، اقعد اترجم كل كلمه واقعد اذاكرها يومين ثلاثه وقصه. طب ليه يا عم؟ ما الموضوع مم. سهل اهو. انا قعدت مع بتوع التغذيه هنا وشفتهم كم مره، وقعدت معاهم عشان اسمع واشوف نظامهم. الموضوع سهل خالص زي ما انا بشرح كده. طب وليه الموضوع الدكتور يجي يعمل لك فيلم وبشخانات ويحسسك وفي الاخر ما بتفهمش حاجه، ولو فهمت ما تعرفش تطبقه في العملي في حياتك؟ فدي مشكله. طيب نيجي اقول لك بقى النظام الغذائي لازم انت تاكله 5 عناصر من الاكل لازم تاكله كل يوم. طيب هتلاقيك بتفكر ده تقول لي لا، طب انا هجيب فلوس منين؟ يا سيدي، يعني مثلا بروتين، هتجيب بيضة، كل بيضة في اليوم. خدت بالك؟ مش طيب، الخضار، شوية خس كده، أي حاجة خضراء. الموضوع سهل. انت هتلاقي اللي انت بتصرفه على الاكل والشرب يوميا اكتر من المطلوب صحيا اضعاف. طيب خد عندك تاني. يبقى كده قلنا اول حاجة البروتين، تاني حاجة الخضروات، تالت حاجة الألبان، أي حاجة فيها لبن، أي حاجة لبن محتاج كوباية. رابع حاجة الحبوب. الحبوب اللي هو الذرة، القمح، اللي احنا بنعمل منه العيش. طيب، أي حاجة فيها حبوب هتاخد منها
وليكن ما مطحون، ما مقداره يعني نص رغيف. طب ليه مش هتاكل العيش اللي هو بيتعمل في مصر؟ لانه كله في. حد عنده طابونه هنا او اشتغل في طابونه قبل كده؟ انا كنت. العيش في العيش بتحط عليه زيت وسمنه وسكر، صح؟ ده السياح يا كوتش. ده وانتوا بتعملوها ازاي؟ السياح مش المدعم. اه انا اه. مدعم وكنت ده بتحط رد. بتحط ايه تاني؟ زيت وسمنه، زيت وسكر ولا لا؟ لا، حاليا المدعم شغالين بالسكر بس. زيت سكر وسكر بس؟ بس. سكر في زيت ولا لا؟ اه، زيت بس زيت خفيف. زيت وايه؟ زيت وسكر بس والخميره. حلو قوي. وشويه طيب، الملح. شويه الزيت اللي انت بتحطهم في الخفاف، لما تيجي بيعملوا عمليات كيميائيه مع الخميره مع الحاجات ديت، زي انت تشوف مثلا الحاجه اللي وزنها جرام زادت وزنها 20 30 جرام، 20 ضعف، بسبب العمليات الكيميائيه اللي بتحصل. فمش معنى انت حطيت شويه زيت صغيرين هم دول بس اللي في العيش كله، لا. ده بقى بيعمل زي الدهون، زي مثلا الصابون. شويه صابون صغيرين كده تحطهم في ميه يعملوا لك رغاوه قد كده ومواد كيماويه كتير، نفس القصه. فانت ما تستهترش بشويه زيت صغيرين. هنا مفيش زيت خالص بيتعاملوا بيه في الاكل، ما بيحطوش زيت المشكله يا خالص. كابتن، المشكله في الزيت اللي هو المهدرج والسمنه المهدرجه دي المصيبه. انت عارف لو سمنه بلدي ولا دهنه طبيعيه ولا كلام من ده عمرها ما يمزعل. ليها تأثير برضه بس مش زي المهدرج، طبعا المهدرج دي كارثة. طيب هنا بصور لكم وانا في الشوبينج في اي سنتر هنا، اي بتاع محل بتاع سوبر ماركت، مفيش زيت. قعدت ادور على زيت عشان احمر، مفيش. قلت لا، اه والله العظيم مفيش، مش مصدق. السكر الكيلو قد كده هو بدولار. هنا دولار يعني زي شيلين عن في مصر. طب بيستخدموا ايه؟ زيت زيتون، زيت الدهون الصحيه زي زيت الزيتون والحاجات دي. طيب، يبقى المفروض في الحبوب بتاكل نص رغيف عيش. طب خامس حاجه، صدق نسيت. طب البروتين، الخضروات، الالبان، الحبوب، الفواكه. رقم خمسه، الفواكه لازم تاخد ثمره فاكهه كل يوم. او خد بالك، ثمره فاكهه دي اللي هي السكريات. لو انت اخدت مثلا شاي وحطيت فيه معلقه سكر، معلقه السكر دي بتعادل ثمره فاكهه. هي المشكله مش في معلقه السكر حجمها، المشكله في التفاعلات اللي بتعملها في البطن، وبتزود الدهون بنسبه متشعبه، زي ما قلنا مثال اللي هو شويه سائل بتاع الرابسو ولا السائل بتاع الصابون، يعمل لك رغاوه قد كده وحجم كبير قوي من المواد الكيماويه. نفس القصه الزيت والسكر والحاجات دي بيعملوها. طيب، يبقى اذا انت كمدرب لازم 5 اصناف تاكله يوميا. لو جيت انا قعدت حسبتها من فتره كده، قعدت احسب مثلا الفول. ما الفول يعتبر من فيه بروتين وفيه نسبه. طيب، اقصد انت مش يعني مش لازم تجيب اكل غالي، ممكن باكل رخيص تجيب فيه ال5 عناصر دول. بمعنى ال5 عناصر دول آه بيتاكلوا على مدار اليوم. يعني ممكن الصبح كوبايه لبن، في الغداء خضار ولحمه او خضار وبيضه مثلا، في العشاء ثمره فاكهه ونص عيش مثلا. ادي كده ال5 اصناف يوميا لازم تاكلهم. هجيب لك انا كل صنف من الاصناف دولت عباره عن ايه، وكميه كل صنف من الاصناف دي. بس انا يهمني جدا ان انت لازم تحفظ ولازم تعرف، عشان كده انا بقعد اغني في القصه ديت وممكن اقعد اعيد زيد فيها. كل دماغك كده إن لازم تاكل كل يوم 5 اصناف، لازم اجباري. اي حد يجي لك لاعب ولي امر يقول له لازم تاكل 5 اصناف، دي قاعده. بس
دي صعبه ولا سهله؟ 5 اصناف يتاكلوا. يجي لك اللاعب يقول لك انا بخسس، هاكل لحمه بس، ده غبي. لازم تاكل 5 اصناف بالكميات اللي محتاجها جسمك القليله، وخلاص، وخسس بقى براحتك يا عم الحاج. والتخسيس اللي احنا بنعمله كله بتاع مصر هو تخسيس بينزل كميه الميه. يعني انت كان لو بيقول وزنك له 100 كيلو فيهم 60 كيلو ميه، فاحنا بنروح ما بنشربش وننزل الميه، وتلاقي نازل 10 كيلو فيهم واحد، ما هو دول ميه. كان بيقول له ايه يا كابتن؟ ايوه. كان بيقول له الكابتن، انا كان عنده لاعب عنده من بره بحري، بيقول له يا كابتن انا الموزي بيخسس. قال له لا يا ابني ما يخسس. فايه جه تاني يوم رايح البطوله نيوزي، لقى العيال زي ده كل واحد 2 كيلو. قال لا انتوا يا ابني انا بخسسكم وما اكلتوش. قالوا يا كابتن ما كل واحد كل 2 كيلو ماوز. في قاعده هقولها لك حاضر، موضوع التخسيس. اي كميه زياده عن معدل الجسم بتزود. ولكن خد بالك، ممكن تاكل اكل صحي زياده عن معدل جسمك محتاجه، هيزودك وليكن بنسبه 5%. لو كلت نفس الكميه اكل غير صحي، اضرب في 5 6 10 اضعاف زياده. طب يبقى انت لو كلت بقى، يبقى كل صحي بقى، وكل بزياده زي ما انت عايز. طب طيب، يبقى الملحوظه رقم واحد الكميه اللي تاكلها. الملحوظه الثانيه، ال5 اصناف لازم يتاكلوا يوميا. مفيش حاجه اسمها نوع من الاكل تخسس بيه، بس دي كارثه. بس هيفقد. يعني انت مثلا لما تيجي تاكل موز بس افترضنا عشان يخسس، جسمك بياخد الكميه اللي عايزها اللي هي صباع موز واحد، والباقي بينزل في البراز. طيب، جسمك محتاج عناصر تانية، راحت فين؟ مش هتديها له. ده انا بخسس، وتقعد يومين 3 ما تاكلش وما تشربش ميه. فقدرتك، اللي بيخسس هنا، حد خسس هنا قبل كده؟ اكيد البشبيش كان بيخسس. وانت بتخسس ايه اللي بيحصل لك؟ قدراتك الذهنيه قلت، تركيزك قل، بقيت عامل زي الموميا، عامل ماشي كده، هو مش قادر، لانك ما اكلتش العناصر الغذائيه. كل عناصر غذائيه وخسس، هتخس اكتر من لو انت من غير صحتك. يعني انت لو بتاكل اكل صحي وبتخسس، هتخس وصحتك سليمه زي ما هي. عشان هنا تلاقي العيال هنا كلها رفيعه كده اهوت، مفيش ومحتفظين، مفيش دهون خالص. وعمر ما شفت بنت وشها مثلا او ولد وشه من هنا في سواد وداخل عينه دخل جوه. احنا عندنا تخسس، تاني يوم عينه ازرقت وعينه دخلت لجوه ووشه انشفط، وبسبب التغذيه الغلط. مفيش تغذيه. طب التغذيه، 5 اصناف لازم يتاكلوا يوميا، اللي هم البروتين، اي حاجه فيها بروتين زي اللحمه، الفراخ، الكميه بتاعتها حته لحمه صغيره كده كده. الفراخ ورك فرخه يا عم، ورك واحد. البيض بيضتين، محتاج بيضتين. او اي حاجه، تونه واحده، تونه بس 100 جرام. او سمك، اي سمك. روح المصرف اللي عندك كده اللي جنب البيت، واعمل عقاد من هنا وعقاد من هنا، واصطاد السمك، وخد لك سمكايه كلها. او خد صناره وطلع لك سمكتين كلهم زي الفل. او تقريبا ما عادش فيه سمك، سيس كلبه. يا كابتن حماده، بالنسبه نعم. للكلام اللي انت بتقوله ده، عندنا في مصر ده ميزانيه دوله. لا لا، تهيالك. لا لا، استنى استنى استنى. كوبايه لبن وبطين، كوبايه لبن وبطين وشويه خضار قد كده اهو. نوتس اللي هو البتاع اسمه آه، اي كابوت. خضار كده أهو. يا عم فجل، حته جرجير فجل، اي حاجه خضراء. جرجير جرجير ونص جرجير ونص. اصفر. رغيف، ونص رغيف، و و بتاع اي حاجه صغننه، اي حاجه فاكهه صغننه، ثمره واحده بس. ده كام تكلفته، كام يا كابتن؟ دي تخش ده في عزبة 150 جنيه. كام؟ طب انا مش عارف اشتغل. امال انتوا بتاكلوا ايه؟ مفيش اكل. ما عادش اكل احنا ولا إيه؟ بناكل في بعض يا كابتن، احنا هنا بناكل في بعض. واكلين لحمه جزار النهارده.
يا سيدي اللحمه، ما احنا المشكله بتجيب الكيلو لحمه تخلصه في يوم، ما تخلصوش في يوم، اعملوا على كابتن 3 4 حماده، مرات. كابتن حماده، نعم. محدش فينا غريب، كلنا الحماده مصريين، كلنا بنحب بعض، الاكل الوحده والله الكلام كده. ده ما هيتنفذ. احنا يا هقول كابتن لك حماده هنا هيتنفذ يبقى بنضحك عليك. بناكل ورث بعض، بناكل في بعض. اهو بياكل ورث بعض. يا عم يعني انت مش قادر تجيب بيضتين في اليوم؟ والله يا كابتن حماده كلامك صح مظبوط 100%، وحاجات كلها تكلفتها بسيطه جدا، على قد يا عم بيضه كل او فول، شويه فول او صغيرين قطع كده موز اهوت، قد حته الكلام ده لحمه. كله سهل يا كابتن حماده، والحاجات دي موجوده في كل بيت، في كل وقت. امال يعني ايه؟ كل الحاجات دي متواجده اصلا في كل بيت. موجوده الكباتن بيهزروا بس يا كوتش. اه المشكله في الكميه، احنا بناكل، بقول لك هنا، هقول لك ما فيش حد هنا بياكل عيش نهائي. ما هي المصيبه في الكميه فعلا، احنا هنا اللي بيقعد على كيسه عيش يخلصها لوحده. انا قعدت اما جيت كل مره ما بسجلش ليه؟ مش عارف، عشان الكابتن في كام كابتن كده قافل الكاميرا. افتحوا الكاميرا يا جماعه عشان اسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا، نرجع تاني نكمل الدوره. التغذيه الصحيحه للجسم، لازم الانسان ياكل 5 اصناف من الاكل يوميا. ده اول حاجه لازم نعملها. وقلنا ال5 اصناف هم: رقم واحد، اي حاجه فيها بروتين من الحيوان، زي اللحمه، حته لحمه قد كده صغيره، او فراخ، او التونه، او البيض، او اي حاجه فيها بروتين. ممكن الفول فيه بروتين. طيب الصنف الثاني، يبقى الصنف الاول بروتين، الصنف الثاني الفيجيتابل اللي هو الخضروات، اي حاجه خضراء، خس، بسله، اي حاجه خضراء، جرجير، شويه قد كده صغيرين يكفوا. كابوتش. تالت حاجه الالبان، لازم كوبايه لبن او ما يعادلها. طيب خامس حاجه الحبوب اللي هو العيش، يعني نص رغيف. سادس حاجه الفواكه، عباره عن ثمره فاكهه بس. ال5 اصناف دولت لازم يتاكلوا على مدار اليوم. قسمهم بقى فطار غدا عشاء زي براحتك. طيب نيجي أسس الأكل ده عبارة عن إيه؟ الكمية. نخش على، إحنا عرفنا ال5 أصناف وهم، نخش على الكمية بتاعتهم. الكمية الأكل بالفلاحي كده، آه نيجي مثلا الفواكه واحدة بس، فاكهية واحدة بس. طيب في فاكهة صغيرة زي مثلا اللي اسمها إيه؟ البرقوق والحاجات دي، خد 2. يبقى أي فاكهة خد ثمرة واحدة أو ما يعادلها. البلح طيب او التمر، 3 تمرات. البلح فيه سعر حراري عالي، فيه بتاع اسمه سكريات كتير، يعني ممكن بس تاخد طبيعي، ممكن 3 أعتقد كفاية. 3 أو 7 كتير. 7 إيه؟ لا ما اسكت يا كابتن، بلاش زود عن 7، 3 بس كفاية. كابتن عايز يمشي على السنة يعني. لا جسمك ما بيعرفش، ما بي يعني لما بتاخد أكتر من واحدة معناها إن جسمك خد سكريات كتير. وده هقول لك الرياضي بقى بياخد كمية أكبر حسب المجهود اللي عمله بالساعة. جيبها لك ما هو بعدين. لازم ندخل سكر برضه يا كابتن. حاضر هقولها لك حاضر. طيب الكمية التانية بتاع اللبن أو الجبن أو الحاجات دي بما يعادل كوباية لبن، أو نص كوباية قشطة، أو حتة لبن أصغر شوية لأنها بتبقى مضغوطة. طيب يبقى الفاكهة ثمرة فاكهة واحدة، الألبان كوباية لبن واحدة. التالت حاجة اللحوم، عبارة عن حتة لحمة 85 جرام، قسمها، يعني الربع كيلو تعمل منه قد إيه؟ 3 قطع. يعني الكيلو تعمل منه قد إيه؟ 12 قطعة. 12 قطعة في اليوم، في اليوم، في 12 قطعة من الكيلو بتاخد أنت قطعة واحدة بس 85 جرام.
تيجي على التونه، علبه تونه واحده اللي هي 100 جرام، البيض او بيضتين. طيب الحبوب نص رغيف، ما تزيدش عن كده، والغيه احسن، ملوش لازمه، لان انت جسمك مليان طول عمره عيش. يعني احنا لما كنا مثلا من زمان كنا رايحين اي حته، مدرسه، كليه، اي مكان، ما معناش فلوس نجيب اكل، اقوم رايح جايب طعميتين وخمس ترغيفين. الخمس ترغيف تحط بقى، تقسم كل طعميه على رغيفين وتقعد تاكل فيهم عشان تشبع. فطبعا انت جسمك متربي كله من اول ما اتولدت لحد دلوقتي على عيش، مليان عيش، كل يوم عيش 5 6 مرات في اليوم، فهو مكبوس عيش، ففي مخزون يقضيك 100 سنه. يعني انا جيت وقفت العيش شهرين، نزلت تقريبا 6 كيلو من غير اي حاجه خالص، زي ما انا. العيش نفسه طب مشكله، ده كارثه. حضرتك انت وقفت العيش، ايه بديل العيش يعني؟ يعني ان الشعب بديل المصري العيش اي حاجه قايم على حبوب، العيش، اي حاجه فيها حبوب. يعني الفول بالعيش، الرز. الطعمية بالعيش، حبوب الحلاوه بالعيش. حبوب يعني مثلا الرز اخف من العيش. الرز الرز. الرز جميل جدا، بس ما تحطش عليه سمنه ولا افيد زيت. كتير. هنا يا سلام لو الصينيين سمنه هنا بلدي يا كابتن. بياكلوا عيش، بياكلوا رز كل يوم وبكميات، وبيحطوا عليه كل حاجه، ولكن ما فيهوش الزيت بتاعنا ولا الملح. يعني اعمل الرز بص هقول لك حاجه، الاكل اللي هو المسلوق زي المستشفيات هو ده الصحي. الغي حاجه اسمها سكر وزيت وسمنه من البيت، هتلاقي كل حياتكم اتغيرت. 95% من الامراض المصريين اللي بتجي لكم بسبب الاكل سوء غلط، التغذيه. او 100% كمان. صح. طيب ال- العنصر يبقى قلنا اللبن، الفواكه، اللحمه، ال- الحبوب، ورقم 5 الخضروات. ودي طبعا بعت لكم الاستمارة فيها التفاصيل بتاع الحاجات دي، ولكن افهم الشرح اللي انا بقوله ده بالفلاحي، محتاج جسمك لازم يكون 5 اصناف، سواء لاعب، سواء مدرب، سواء انت، سواء زوجتك، سواء والدك، والدتك، اولادك. ده لازم سيستم في الحياة لازم تعمله. يعني انا بقالي اكتر من ساعة بنشرح موضوع ال5 اصناف لازم تاكلهم، وبنعيد نزيد فيهم، لان دول سيستم الحياة. طيب الحاجات اللي تمنعها، امنع زيت، سكر، سمنة، ملح. طبعا هتلاقي في تغيرات بتحصل لك في الاول، هتلاقي اللي انت معدتك مش متعوده على القرف ده، ايه الحاجات الخفيفه دي ما بتسندش، هتقول كده فعلا ما بتسندش، هتحس ان معدتك فاضيه. ولكن انت دي بيبقى شعور، لان المعده اتعودت على الاكل التقيل الدسم. فلما تيجي تعوده تغير السيستم بتاع المعده ياكل حاجه خفيفه، فهتلاقي في تغيرات، تحس ان انت جعان. ابدأ بقى فكر انت ب 5000 حل للقصة دي، زي اشرب ميه كتير، شبع نفسك، الهي نفسك بحاجة، حط من جواك عقيدة ان انا بغير السيستم الاكل. والله يا كابتن انا امبارح ما هتلاقي اتعشيت، النهارده تمام. ايوه ما انا هاجي لك على موضوع الاكل، ممنوع اكل بالليل. هنا ما اه حدش بياكل بعد الساعة 5 نهائي. اكل دي كلمه بالليل، دايما بقولها للناس كلها والله يا كابتن. اه طبعا، ده الاكل بالليل معناه ايه؟ معناه ان المعدة بتشتغل ب ببطء جدا، لان كل اجهزة جسمك نايمة. وقت فبعد ما النوم. تنام، الهضم بتاعك بدل ما كان بيقعد ساعتين في النهار، هيقعد 6 7 8 ساعات. فالبطء ده بيعمل على آه، أنشطة بيعمل عسر هضم. بيعمل يعني يعني مثلا عاملة ازاي، شفت هقول لك بالظبط عاملة ازاي. شفت نحط خميرة في العيش، لو الخميرة دي قعدتها 10 دقايق مش هتجيب نتيجة، مش هتخمر العيش. لو ده قعدتها حاجه كده. نص ساعة هتلاقي العيش خمر وكبر. كل ما تقعد العيش فترة طويلة، كل ما، يعني لو عايز اتخن اكل بالليل، دي كده تدخن دهون، تدخن دهون مش تدخن. في تخن دهون وفي تخن عضل، عضل هتلعب بقى. الاكل ده ما فيش حاجه اسمها تغير النظام تاكل بالليل عشان تدخن، ده غلط، ده كارثه. اصل الدهون اللي هتتكون بالليل ديت المفروض بتتهضم في ساعتين بالنهار،
بتاخد 10 ساعات بالليل عشان تتصدم. فالمده دي بيحصل فيها تخمير، بدل ما كميتها كانت مثلا نقول 20 جرام بقت 200 جرام بقت كيلو. ده كارثه اكل بالليل. هنا مفيش حد نهائي بياكل بعد الساعه 5 المغرب. دي عقيده حطها في سيستم في دماغك. غير، لانك عمرك ما هتغير النظام الغذائي الا لما تقتنع من جواك بالسيستم ده. غير من بكره ومن النهارده وشوف التغيير هيحصل له ايه. اكتر من 95% من الامراض اللي بتجيلنا بسبب الاكل. مفيش حد هنا عنده امراض كبد. مفيش حد هنا عنده امراض من الانتفاخات والكلام مفيش حاجه عنده امراض بطن خالص. لان الامراض لان الاكل المعده لما تملاها اول حاجه هتعمل لك وخم، بتوقف لك التركيز والتفكير، بتلاقي فلت كتير، اريح بقى انام، وتقوم نايم. انت بتبوظ حاجات ياما. طيب ال ده باختصار النظام الغذائي المفروض يتبع. ندخل على ازاي تشتغل اخصائي تغذية بالفلاحي برضه. ده مثال اهوت. ده منظمة تيف، اكبر اكاديمية تعليمية هنا. إيه؟ تيف في نيو ساوث ويلز. بيقول لك اول حاجه بتجمع، مع انت مثلا عندك اللاعب يقول لك انا عايز نظام غذائي يا كابتن، قول له تعالى لي حبيبي بتاكل ايه بقى قول لي. هيقول لك والله باكل بكذا وكذا. لا، انت بتقوم كاتب وراه بتاكل ايه، تقول له بالتفصيل. اول ما قمت من النوم عملت كلت ايه، يقول لك شربت كذا. طب سوري معلش، نرجع تاني لموضوع الخمس عناصر. الميه على الاقل لترين ميه في اليوم. يوميا لازم لترين ميه، لازم. طيب ال الواد بقى انت عايز تعمل، واحد جالك يا كابتن عايز اعمل نظام غذائي، اعمل لي نظام غذائي. قول له يا حبيبي ما تدلوش، قول له اعمل كذا. انت بتحفظه بخمس عناصر لازم ياكلهم كل يوم، والكميات بتاعتهم، وممنوع ياكل بالليل، ومفيش حط على الاكل ولا زيت ولا سمنه ولا سكر ولا ملح. بس كده. هو دي صعبه؟ دي صعبه يا كباتن؟ سهله. طبعا يا هو ده كابتن النظام. عشان كل اكلنا بزيت وسمنه. ماشي، ما انا هقول لك معظم اهو. الاكلات في مصر سمنه وزيت. حلو. ما هو انا بقول لك على النظام المتبع في استراليا. واستراليا من افضل نظم التغذيه على مستوى العالم. لان هنا في مساله اللي هو المدرسين، بقول له النظام الامريكي افضل من استراليا، قالوا لا، استراليا واخده مش عارف حاجات كده علميه رقم واحد يعني. وهنا حلاوتهم اللي هم لما يجي عالم بيكتشف حاجه جديده بيطبقوها على طول في ساعتها على الناس، على الشعب. مش زي مصر، حاجه جت جديده، بحث جديد، اخترع حاجه في دكتوراه، عمل بحث في اي حاجه، يقوموا راكنينه ويدوا له درجه الدكتوراه. وعلى ما وما بيعلموش للناس، لان ما فيش سيستم اللي هو يطبق العلم في الحياه الاجتماعيه في المجتمع بالذات. فده طبعا آه، مش شربه. ده قهوه اسمه ايس كوفي، يعني قهوه قهوه ساعه. زي الايس تي كده ده كوتش. مش عارف في ايس سفن عندكم؟ في ايس تي بس مش عند اي حد طبعا. يعني انت ايوه في الحر بشربها، بدل ما بتبقى تشرب جميله تشرب جدا قهوه يا زي كوتش. سخنه، فاعملوا لك قهوه ساقعه. طعمه مش حلو اصلا يا كوتش. ولا الايس كوفي ولا الايس تي طعمهم حلو بصراحه يعني. مش طعمه هو حلو، بس انت الكوفي بتشرب عشان قهوه. الكافيه اللي فيه. امم. مهم. طيب خد بالك، هتيجي بقى اول حاجه بيعملوا ايه في استماره اللاعب ديت. اللاعب جالك يقول لك عايز نظام غذائي، قول له تعالى لي. اول حاجه بتاخد بياناته، اسمه وسنه وطوله ووزنه والبي ام اي بتاعه اللي هو قياس الضغط، او اللي هو قياس الضغط على مش عارف حاجات كده تانية بقى، مش هنتطرق ليها عشان وجع دماغ. خد اسمه وزنه طوله وزنه، اسمه سنه طوله وزنه، دول كفايه.
هتيجي اول حاجه بتكتب وراه زي ما مكتوب كده، بص كده، هنا مكتوب مثلا ايه: جيمس ويكز اب افري داي ات 5 اي ام. يعني جيمس بيصحى كل يوم الساعه 5 الصبح. فانت هتقول له انت بتصحى الساعه كام؟ تعالى يقول لك الساعه 8 الصبح. تكتب اللي اسمك ايه: شحبر بيصحى الساعه 8 الصبح. اكتب كل ده، اكتب وراه. اول حاجه بتاكل ايه يا شحبر؟ والله بعمل سندوتش طعميه. سندوتش طعميه. قد ايه السندوتش ده يا شحبر؟ كده. حلو. في كام طعميه يا شحبر؟ اتنين. والرغيف ده قد ايه؟ كده. ادي رغيف واتنين طعميه مثلا. وبعدها كوبايه شاي، زائد كوبايه شاي. كوبايه شاي فيها كام سكر يا شحبر؟ فيها اتنين او تلاته، فيها 10 سكر. تقوم كاتب كوبايه الشاي فيها 10 سكر. بعدين الشهر بتعمل ايه؟ بروح المدرسه، بخلص كذا، بتاكل حاجه سناك في الوسط كده، حاجه يعني بجيب ازاز بيبسي. تقوم كاتب ازاز بيبسي الساعه كام يا محمود؟ الساعه كذا. حاضر. وهكذا. وتكتب في الغداء اكلت ايه؟ يقول لك والله اكلت طبق بسله ورز. الرز قد ايه يا محمود؟ يقول لك قد طبق قد كده كده ولا كده كده. فانت على الطبق، على بتعمل طبق صغير او متوسط او كبير رز. ال- الرز انت مش هتسأله فيها زيت ولا، هي معروفة بتحط زيت وملح، معروف كل مصر بتحط في زيت وملح. اللي هتيجي بعد كده تسأله البسلة معمولة ايه؟ هيقول لك معمولة بسلة فيها طماطم، وفيها طبق قد ايه؟ طبق كده. هتكتب بسلة خضار زائد الطماطم بتاعتها، وفيها زيت وملح، وفيها كل اللي انت عايزه بقى. وفي العشاء كلت ايه؟ كلت كذا. اكتب كل اللي قاله. بأول خطوة خد بياناته الشخصية، تاني خطوة خد اللي كاله كله قبلها يوم واحد بس كفايه يعني. هتعرف النظام الغذائي لو ماشي عليه. وبعدين تيجي بقى في الصفحه الثانيه، هتقوم انت مصنف كده: فطار، فطار، سناك، غدا، سناك، عشاء. سناك يعني اللي هي الوجبات الخفيفه، اللي مفيش حد في مصر بيلتزم الثلاث وجبات، لازم ياكل حاجه في الوسط او يشرب حاجه في الوسط، او يتخيل هو شرب حاجه. فبتيجي عندك فطار وغدا وعشاء، وبينهم الوجبات الفلوس اللي هو بياكلهم او خدهم او ما خدهمش. يقول لك انا خدت ازاز بيبسي في الوسط، تكتبها. والله خدت ايس كريم، اكتب. وتقوم مفرغ اللي هو قاله في الاول هنا كده، حطه بقى فين؟ قسمه بقى انت كده: الفطار وفي السناك والغدا والعشاء. قال هنا حط كل حاجه، الكميات. حط مثلا شرب شاي بلبن، تقوم كاتبها. وهكذا. اكتب كل حاجه بالتفصيل. طيب، تيجي بعد كده تقوم جاي قالب صفحه تاني، تكتب الحاجات المفروض هو ياخدها. وتكتب بقى تعمل 5 جدول فيه 5 حاجات: بروتين، خضروات، فواكه، لبن، حبوب. وتشوف بقى هو خد من الحاجات اللي كلها دي، خد بروتين. ده خد بطين. اكتب خد بطين في خانة البروتين. في خانة اللبن، شرب اللبن، كل جبنة، في أي حاجة عجبان من الكلام ده. في كوباية لبن، تكتب كوباية لبن. خد كوبايتين لبن مثلا، تكتب كوبايتين. وتقوم جاي بعد كده مصنف اللي هو خده كله، وتشوفه خد زيادة أو في الأصناف اللي ناقصة إيه. هتيجي تلاقي في الآخر ده ما خدش حبوب، ما خدش فواكه، يبقى كاتب نقص فواكه، يبقى محتاج فاكهة. يبقى في النصائح بتاعتك بقى، قلت تقول له تعالى يا شحبة، انت في الخضروات كلت خضار اكتر من المعتاد مرتين الضعف، هتقلل النص. ده في الخضار. في الفواكه انت ما خدتش فاكهه خالص، لازم تاخد فاكهه واحده. في البروتين كلت ربع كيلو لحمه، المفروض تاخد حته صغيره، ربع، تلت الربع، 85 جرام، حته قد كده، ما تزيدش عن كده. في اللبن انت شربت كوبايتين، وكنت تشرب كوبايه واحده. وبهذا المنطق انت اديت له كورس تعليمي في الاكل الصحي، وايه الاكل الصحي اللي ياكله واللي ما ياكلوش، وايه الزياده وايه اللي ناقصه ما خدهوش. وتبدا بتقعد معاه قد ايه على الموضوع ده؟ اسبوعين. بعد اسبوعين هو بنفسه هيكون اتثقف وعرف ايه النظام الغذائي اللي يمشي عليه، وايه الصح وايه الغلط.
انت بتربي جيل بتاسسه في التغذيه، هيفضل طول عمره، هيروح بقى مش بتاسسه هو بس، بتاسسه هو، هيروح يقول لاخته ولامه ولابوه ويعمل لهم نفس النظام. لما يربي ويكبر يبقى عنده اجيال. هنا نفس القصه، هنا الناس كلها عايشه من زمان على كده. يعني ما كله بيربي متعلمين، ثقافه بتاعتهم كده، عايشين على كده. احنا ثقافتنا اللي بنحب الاكل ليه؟ لان الاكل طبيعته بيعمل على بيفرز السعاده. هرمون السعاده بيتفرز من الاكل، خد بالك، من الاكل او من الرياضه. طيب، فالناس بتلاقيها ما عندهاش حاجه تفرحها غير اللي ياكل، لانها بتفرز هرمون السعاده. عنده غم نكد يروح ياكل ياما، يهبط الغم والنكد شويه. طيب، آه بس ده بيديك يفرز لك هرمون السعاده مؤقت، ولكن يجيب لك امراض بعد كده. ده باختصار التغذيه واسس التغذيه. وده شرح مبسط لجميع علم التغذية. الكتب التغذية اللي بتلاقي فيها 10 20 كتاب تغذية، ده شرح مبسط له عالميا في أفضل جامعات استراليا هنا، بطريقة سهلة جدا اللي أنا قلته لك. فلو في حد عنده سؤال أو حاجة. الدقيق الابيض، الدقيق الابيض مش الرب. اه. يعني أنت في التغذية هتبعد عن حاجات مهمة يا جدا، حماده. الغيها من الأكل. أول حاجة العيش الغيه، الزيت الغيه، السكر والملح الغيهم، بس وعيش بقى. ماشي شفت الاكل الصحي اللي هو في الاكل بتاع المستشفيات، هو ده صحي. عشان بس انت خد بالك، انت النظام الغذائي اللي انت متبع عليه اللي هو النظام الغذائي التقيل المسبك زي ما احنا بنقول، عشان تبتعد عنه جسمك بياخد له. يعني انا جيت ابتعد عنه، جسمي حوالي خد اسبوعين ثلاثه. انا لما بدات اتعود على الاكل الخفيف والصحي، لان جسمي كان متعود على الاكل غير صحي فاتربى على كده. فتيجي تغيره بقى صعب عليك شويه، ولكن بعد ما تتقلب للصحي هتلاقي الامور اختلفت في كل حاجه. جسمك بقى خفيف، خفيف الحركه، الامراض اللي هي بتتكون في جسمك وقفت. يعني يعني موضوع اللي هو مثلا اي حاجه، الرز قول لي في البيت عندك ما تحطوش زيت ولا سمن ولا ملح، امال بميه، بميه مسلوقه. اي حاجه مسلوقه. عايز تحط زيت يا عم، حط زيت زيتون. زيت غالي زيتون. بلاش. يعني مش، خدت بالك حتى موضوع سمنه سهل. بلدي او زيت. لا بلا بلدي ولا بتاع، ما كل بلدي ده دهون برضه، خد بالك. بس دهون لا لا، دهون بتبقى طبيعيه. ضررها اقل شويه. لا لا لا، دهون طبيعيه عمرها ما كان فيها ضرر كتير. انت مش على محتاج فكره دهون يا الاجانب كابتن كلها حماده، انت بتعتمد على جسمك الدهون كله دهون. الطبيعيه. انت جسمك كله دهون، مش محتاج دهون طبيعيه. وقف الدهون دلوقتي خالص لحد ما جسمك ينشف ويبقى كله عضل ومحتاج دهون تغذيه، يبقى خد بقى دهون طبيعيه. تمام. طب تمام يا في كوتش. اي سؤال قبل ما نقفل؟ ربنا يخليك يا كوتش يا رب. ما حبيبي يا كنتش مستر. تسلم. ماشي يا كوتش. في سؤال يعني مثلا في الاختبار في اخر المحاضره، كل المحاضرات هعمل فيها سؤال. هقول لك مثلا كلمنا على التغذيه باسلوبك بطريقتك. انا مش مهم عندي تقول لي كلام صح او كلام، قول لي اي كلام بالهندي، بس تكون انت فاهم وهتطبقه. لان الهدف من الدوره ان انت تبقى فاهم يعني الحاجه ايه وهتطبقها في حياتك العمليه. مش الهدف تاخده تحفظ عشان تنجح في الدورة وتاخد شهادة، ما ملوش لازمة. لو كده بلاش لازمة، بلاش. لا، ولكن احنا عايزين دي ثقافة عايزين ننشرها. ده سيستم. يعني هم مش الناس اللي احسن منا في اي حاجة، بالعكس. هم انت عندك بتعمل الحاجة بتاخد معاك دقيقة، هنا بيقعدوا فيها ساعة. ولكن عشان يوصلوا الامتحان شفوي وتحرير وكل حاجة. امتحان شفوي وتحرير وعملي. حضرتك ده جدول تنشيف يعني. ما ده تمام يا كلام. ده كابتن. ده النظام الغذائي الصحي لأي حد. مفيش حاجة اسمها تنشيف. تنشيف دي هو التنشيف ده اللي هو الصحي، جسمك مش عايز فيه دهون. هو انت عايز جسمك فيه دهون؟
هو ده كده مش صح. في دهون يبقى مش صح. لا قصدي كده يا كابتن، ده نظام غذائي اللي هو ده نظام غذائي المفروض الناس كلها تتبعه. هو اللي انا قلته. ايوه ايوه حاضر، ما ده انا فاهم حضرتك. طيب، اشكركم على الحضور. اسمه الكابتن جيمي كون، اسمه جيمي ايه مش فاكر. قعدت اسمه عندكم. هو الراجل ده علامة، وعنده أبطال عالم كبار جدا على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا. وال تبقى معاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.